الفيلم بيبدأ بمشهد لإليزابيث وهي بتحضر حصة مع زمايلها. بعد شوية راجل غريب بيدخل الفصل ويتكلم مع المدرسة بجدية. بعدين المدرسة بتطلب من بنت اسمها لوسي إنها تجمع حاجتها وتمشي مع الراجل ده بره الفصل. وهم مروحين من المدرسة إليزابيث بتحكي مع صاحبتها أماندا عن اللي حصل مع لوسي الصبح. أماندا كانت مستغربة وقالت إن والدة لوسي غريبة شوية، وكمان قالت إن الشرطة زارت بيتهم من كام يوم. لما رجعت البيت إليزابيث كلمت أمها مادلين علشان تقول لها إن هي وأخوها الصغير بوبي وصلوا البيت بالسلامة. وبالليل العيلة كانت قاعدة مبسوطة من غير ما يعرفوا إن في راجل غريب بيحفر حفرة مش بعيد عنهم. تاني يوم الصبح العيلة بدأت يومها عادي. الأب دون خرج لرحلة للصيد مع صحابه، وبعدين الأم مادلين بعتت إليزابيث علشان تلحق أتوبيس المدرسة وبوبي راح مدرسته. إليزابيث كانت مستعجلة ونسيت المسكرة، وقعت منها على الأرض من غير ما تاخد بالها. وهي في السكة طلبت من أمها السماح تقضي السبت عند بيت أماندا، والأم وافقت بس بشرط تاخد إذن من والدة أماندا كمان. لما اكتشفت إنها نسيت المسكرة طلبت من مادلين ترجعها البيت، بس الأم رفضت وقالت لها إنها متأخرة على شغلها وما ينفعش ترجع. حصلت خناقة كلامية بين إليزابيث وأمها. في الآخر الأم اتعصبت وقالت لها ما ترجعيش البيت إلا لما تغيري أسلوبك. إليزابيث زعلت بس مضطرة توافق على الكلام وتمشي. في المدرسة حبيبها كيس كتب لها جواب بيسألها عن خطتهم يوم السبت. بعد المدرسة كيس تبعها هي وأماندا وهم رايحين على البيت. لما نزلوا من الأتوبيس المدرسة كيس طلع حشيش من جيبه وولع سيجارة وبدأ يشرب، وعرض على إليزابيث تشرب بس هي رفضت، وأماندا وافقت تشرب معاه. وبعدها عربية وقفت لكيس وركب معاهم ومشي. ولما خاف إن أهله يكتشفوا موضوع الحشيش خباه في شنطة إليزابيث وقال لها هاخده منك يوم السبت. قبل ما يمشي عرض عليها توصيلة بالعربية، لكن إليزابيث رفضت وقالت البيت قريب ومش محتاجة توصيلة. وهي قرب بيتها فجأة طلع لها راجل لابس نظارة من الحوش بينادي عليها. الراجل قال لها إنه شرطي وإنه قبض على أخوها الصغير. إليزابيث كانت مترددة بس قربت منه، والراجل قيدها بالكلبشات واتهمها إن عندها زرع حشيش في الجنينة ورا بيتهم. ورغم محاولاتها بتشرح له إنهم بريئين هددها إنه رابط قنبلة حوالين رقبتها، وقال لها لو حاولت تهربي أو تلمسيها القنبلة هتنفجر. بعدها أخدها غصب عنها علشان تروح معاه وتشوف أخوها الصغير. وما كانش قدام إليزابيث حل تاني غير إنها تمشي معاه. وفي البيت بوبي يرد على التليفون لما مادلين بتتصل وبيبلغها إن إليزابيث لسه ما رجعتش. مادلين بتفترض إنها بس اتأخرت، وبعدها بتتصل بيه تاني تسأل رجعت ولا لسه. لما بتعرف إن بنتها لسه مش موجودة بتأمر ابنها إنه يدور عليها عند مكان نزول الأتوبيس. وفي نفس الوقت مادلين بتحاول تتواصل مع أماندا علشان تعرف أخبار إليزابيث. وفي الغابة إليزابيث كانت ماشية مضطرة وبتسأل الراجل ليه ماشي بيا بعيد قوي كده. الراجل في الآخر اعترف لها إنه خطفها وهددها إنه هيقتلها لو حاولت تهرب. إليزابيث اتصدمت وصرخت من الرعب وفهمت وقتها إنه مش ضابط شرطة زي ما كان بيقول. وبعد ما مشوا مسافة طويلة الراجل أمرها تدخل مخبأ تحت الأرض كان متجهز. أول ما دخلت القبو الخوف زاد جواها أكتر وقعدت تتوسل له إنه ما ياخدش حياتها. مع قرب الليل مادلين أم إليزابيث بدأ قلقها يزيد أكتر وفضلت تدور على بنتها طول الطريق اللي بيودي بيتها. وهي ماشية قابلت أماندا صاحبتها اللي نصحتها إنها تبلغ الشرطة فورا. مادلين اتصلت بالشرطة وأملها كله إنهم يساعدوها تلاقي بنتها. بعد ساعة تقريبا دون أبو إليزابيث بيرجع من رحلة الصيد بتاعته، ومادلين بتحكي له وهي مرعوبة إن إليزابيث لسه ما رجعتش البيت. بس دون حاول يهديها وقال لها ما تقلقيش أكيد إليزابيث اتأخرت شوية وهترجع. وبعد شوية وصلوا 2 من ضباط الشرطة للبيت وبدأوا يدوروا في الغابة اللي حوالين بيت إليزابيث، لكن للأسف الضلمة كانت مغرقة المكان ومخلياهم مش قادرين يشوفوا أي أثر. بعدها بدأوا يسألوا مادلين عن آخر الأحداث اللي حصلت قبل اختفاء بنتها. مادلين قالت لهم إن حصلت خناقة بينها وبين إليزابيث الصبح. بناء عليه الشرطة استنتجت إن إليزابيث غالبا زعلت ومشيت بإرادتها، ورجحوا إنها ممكن تكون عند صاحبتها ومش راجعة البيت. بس مادلين كانت مصرة وقالت لهم بنتي مستحيل تسيبنا بالشكل ده. الشرطة ما كانتش مصدقة قوي كلام الأم وقالوا لها لو ما رجعتش خلال كذا يوم بلغينا. وفي نفس الوقت كانت إليزابيث محبوسة في القبو تحت الأرض وبتعاني من
من اعتداءات مستمرة من اللي خاطفها، وكل اللي كانت قادرة تعمله إنها تعيط بخوف شديد من غير ما تقدر تدافع عن نفسها. الخاطف بدأ يتضايق من عياطها وهددها تاني إنه هيقتلها لو فكرت تهرب، وكمان قال لها إن المخبأ مليان فخاخ يعني مفيش مفر. إليزابيث اكتشفت إن اسم الخاطف فينيسنت، وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون فينيسنت كان بيطمنها بطريقة سخيفة ويقول لها إن مفيش حد بيدور عليها وإن ولا خبر ظهر عنها. وفي نفس الوقت بيتها رجع الضباط اللي كانوا زاروهم قبل كده علشان يسألوا الأهل تاني. مادلين فضلت مصممة إن بنتها مستحيل تهرب بإرادتها، ووضحت كمان إن كل حاجتها القيمة لسه في أوضتها. فضلت تلح عليهم إنهم يتصرفوا بسرعة ويلاقوا بنتها. بعدها الضباط بلغوا الشريف توماسون بالقضية. الشريف كان غاضب جدا وقال لهم إن أول 48 ساعة بعد الاختفاء حاسمة، وانتقدهم على التأخير اللي حصل. وفي اليوم الثالث إليزابيث كانت بتتعرض لاعتداءات متكررة من فينيسنت، وكانت بتحاول تهدي رعبها بالتفكير في ذكريات حلوة زي أيامها مع كيس في المدرسة. بعد شوية دون وأصحابه أصواتهم بتبدأ تبان وهم بيدوروا على إليزابيث، بس للأسف ما كانوش واخدين بالهم إن البنت كانت تحت رجليهم على طول. فينيسنت حط المسدس على راس البنت وهدتها تفضل ساكتة تماما. إليزابيث حاولت تكتم عياطها بصعوبة، وكانت بتفكر في قد إيه باباها قريب منها دلوقتي، ومع كده مش قادر يعمل أي حاجة. بعد كام يوم الإعلام بدأ يتكلم عن اختفاء إليزابيث. المشاعر كانت ملخبطة جواها، حزن وخوف وكل حاجة متلخبطة مع بعض، خصوصا لما سمعت صوت امها بتقول لها قد ايه بتحبها ومستنياها ترجع. الدعوات اللي كانت بتتقال ليها كانت بتلمس قلبها، وبدأت فكرة الهروب تخطر على بالها مع دخول اليوم الرابع. بس كانت عارفة كويس انها لازم تكون حذرة لان حياتها على المحك. علشان تكسب ثقة فينيسنت بدأت تتكلم معاه وكأنها متفقة مع كلامه، ومن خلال الكلام ده إليزابيث عرفت تفاصيل مريبة عنه وليه عمل كل اللي عمله. كان ناوي يبني المخبأ ده علشان يعيش فيه مع مراته، بس هو حكى إنه اتخدع فيها وإنها اتهمته بالاعتداء وبلغت عنه الشرطة، وده خلى حياته تتدمر، فهرب واستخبى في المخبأ ده. خطته إنه يرجع ليها تاني راحت لما البوليس دخل في الموضوع، وعلشان كده قرر إنه يدور على بديلة ليها. ولسوء حظ إليزابيث كانت هي اللي وقعت قدامه في اليوم ده. مع نهاية اليوم الرابع فينيسنت كان نايم، وإليزابيث حاولت توصل للمسدس بتاعه، بس الكلبشات اللي حوالين رقبتها كانت منعاها. وفجأة فينيسنت صحي، وكان وقتها في أصوات هليكوبتر بتدور عليها في السماء علشان يتفادى اكتشافهم. فينيسنت غطى المخبأ بورق ألمونيوم عشان يمنع أجهزة الاستشعار الحراري. إليزابيث استغلت اللحظة دي وحاولت تقرب منه أكتر كأنها متعلقة بيه. كانت بتأمل إنه يصدق تمثيلها ويطمن لها، وفعلا بدأت تلاحظ نقطة ضعف عنده وخططت تستغلها علشان تهرب. مع الوقت فينيسنت صدق وفك الكلبش من على رقبتها وخلاها تقرب منه اكتر، وسمح لها حتى تمسك المسدس بتاعه. المسدس كان غريب، مش شبه المسدسات العادية، بس كان ممكن يقتل من مسافة قريبة. فينيسنت كان مستغرب من سرعة إليزابيث في التعلم استخدامه، وفي الليلة دي فينيسنت أيدها بالكلبشات تاني وخدع معاه علشان يجيبوا أكل سايبه في عربية قديمة. وبعدين راحوا يملوا جراكن مية من النهر، وفجأة سمعوا صوت هليكوبتر. بسرعة خد البنت ورجعوا على المخبأ، وهي ماشية معاه إليزابيث رمت واحدة من جزمها متعمدة في الطريق، وكانت بتعمل إن حد يلاقيها ويعرف إنهم كانوا هنا. دلوقتي دخلوا اليوم السابع، ولما فينيسنت نام إليزابيث رجعت تكمل خطتها. حاولت تبعت رسالة لمامتها من موبايل فينيسنت، بس للأسف مفيش شبكة تحت الأرض، فالرسالة فشلت. وحاولت تطلع الموبايل عند مدخل المخبأ، ولحسن حظها الرسالة اتبعتت، وبسرعة مسحت الرسالة من الموبايل علشان ما يكتشفهاش. لكن وهي بتحاول فكرت تمسك المسدس وتقتله وهو نايم، ولما ضغطت على الزناد المسدس ما ضربش أي طلقة، وده خلاها تنهار لأنها كانت بتحط أملها كله على الخطة دي. وفي نفس الوقت الشريف تومسون كان بيبلغ أهل إليزابيث إنهم هيوقفوا البحث عنها قريب، لأنهم شايفين إنها غالبا سابت المنطقة بإرادتها. خلال الأسبوع كانوا فتشوا حوالي 20 ميل مربع من غير ما يلاقوا أي دليل. وفي اليوم الثامن مادلين اتفاجئت برسالة جاية من إليزابيث، وهي بتشيك موبايلها الصبح حست بارتياح رهيب واتأكدت إن بنتها لسه عايشة. دون نصحها إنها ما تتصلش بالرقم على طول، وقال لها تتواصل مع الشرطة الأول، بس الضباط اللي كانوا معاها شكوا إن الرسالة ممكن تكون مقلب، وساعتها سمحوا لمادلين تتصل. ولحسن حظهم القائد بتاعهم وصل في آخر
آخر لحظة ومنعها من الاتصال، لأن الاتصال كان ممكن يعرض إليزابيث لخطر كبير. في اليوم التاسع الشرطة قدرت تحدد صاحب رقم الموبايل عن طريق الشركة، واكتشفوا إن الخط كان متسجل باسم ست اسمها كاثرين وكانت شارياه من 3 أسابيع بس. الشرطة على طول اتحركت على بيتها، ولما وصلوا واحد من الضباط افتكر إنه كان زار البيت ده قبل كده لما كان بيحقق في قضية تحرش جنسي بتخص حبيب كاثرين اللي هو فينسنت من سنة تقريبا، مع إنهم وقتها ما شافوش فينسنت شخصيا وبدأوا يستجوبوا كاثرين اللي قالت لهم إنها ما شافتش فينسنت بقالها سنة. بس الشرطة ما اقتنعتش قوي ولقوا غرف سرية تحت الأرض جوه البيت وبره كمان. وقتها بدأوا يشكوا إن اللي بيدوروا عليه عنده خبرة كبيرة في الحفر والاختفاء، وده السبب إنهم ما كانوش قادرين يلاقوه طول الفترة دي. الشرطة بدأت تشك في كلام كاثرين، خصوصا مع الفجوة الكبيرة دي في التواصل بينها وبين فينسنت. تومسون وضح لها الوضع إن أم إليزابيث استلمت رسالة من رقم باسمها وسألها إزاي موبايلك وقع في إيد فينسنت وإنت شارياه من 3 أسابيع بس، وكمان حذرها إنه لو فينسنت أذى إليزابيث وطلعت مخبية عليهم حاجة هتتحاسب كمشاركة في الجريمة. قدام الضغط ده كاثرين اضطرت تقول الحقيقة وقالت لهم فين بتسيب له الأكل لما بيطلبوا. وقتها تومسون أمر فرقة يرجعوا يدوروا في الغابة القريبة دي، لأنه أكيد مش بعيد عن المكان ده طالما بياخد الأكل ماشي على رجليه. وكمان خطط إنه ينشر صورة فينسنت وهويته في الإعلام أملا إنه كده يطلع من مخبأه. كانت خطة خطيرة وصعبة، بس الشريف كان عارف كويس إن فينسنت خواف وممكن يهرب زي ما عمل قبل كده. وفي الوقت ده فينسنت بدأ يتوتر لما شاف اسمه وصورته في الأخبار وبدأ يشك في إليزابيث. فتح موبايله علشان يدور على أي رسائل لكن ما لقاش حاجة. إليزابيث حاولت تهديه بالكلام وقالت له إنها بتحبه ومش عايزة تسيبه مهما حصل، وكمان حذرته إنه لو الشرطة لقوهم مع بعض هو اللي هيتحبس. إليزابيث أصرت عليه إنه لازم يهرب دلوقتي فورا ووعدته إنها هتلحقه بعدين. وفي اللحظة دي إليزابيث استوعبت الحقيقة الصادمة. حبيبته اللي هو حكى لها عنها هي نفسها لوسي زميلتها في الفصل، وكمان الست اللي كانت بتوصل له الأكل هي كاثرين أم لوسي. يعني فينسنت كان مهووس من زمان ببنت كاثرين وعاوز يتجوزها. بعد ما فضفض بكل اللي جواه اتفق مع كلام إليزابيث وجهز نفسه للهروب وساب إليزابيث وراه ووعدها إنه هيرجع لها لما يكون في أمان. إليزابيث وعدته إنها تستناه. في اليوم العاشر بعد ما فينسنت هرب إليزابيث أخيرا جمعت شجاعتها وطلعت من المخبأ رغم إنها كانت طول الوقت مصدقة إنه مفخخ ومليان ألغام. قعدت تصرخ بأعلى صوتها على أمل إن حد يسمعها. ولحسن حظها الشريف تومسون وفريقه كانوا قريبين وبيدوروا من الغابة. لما سمعوا صوتها جري الشريف عشان ينقذها. بعدها الشرطة نقلوها بسرعة للمستشفى، وبعد شوية دون ومادلين وبوبي وصلوا هناك. وكانت لحظة لم شمل مؤثرة جدا لما شافوا البنت تاني. وفي نهاية الفيلم اتعرف إن فينسنت اتحاكم على جرايمه وخد حكم بالسجن 421 سنة.